اولا معانا يمكن مداخله بس في البدايه، معانا الاستاذ علي السيسي رئيس القسم الرياضي بالمصري اليوم، كان الموضوع ايضا اعتقد متعلق بنادي الاتحاد. الو. الو. ايوه، اهلا بيك استاذ علي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. ازي حالك؟ كله تمام والله، اتفضل. ايه الاخبار؟ بتتكلموا عن ايه؟ والله هو سمعنا ان يمكن حضرتك يمكن يعني رئيس قسم الرياضي بالمصري اليوم، وهناك يمكن في موضوعات عايز تتكلم فيها خاصه بنادي الاتحاد وبعض ما اثير عن الجريده يعني. انا علمت ان الاخ عفت السادات دكتور عفت كان بيتكلم عندكم امبارح او يومين او حاجه زي كده، وبيتهم فيه المصري اليوم بالكذب. انا بقول له باختصار شديد يا اخ عفت، المصري اليوم لا تكذب. المصري اليوم تعمل بمهنيه عاليه ودرجه كبيره من الموضوعيه والاحترافيه، مش انا اللي بقول كده، الدنيا كلها بتقول كده. المصري اليوم صادقه جريئه لان اخبارها كلها حقيقيه. وللاسف الحقيقه كما تعرف يا استاذ احمد بتزعل، بتزعل. المصري اليوم لا تكذب ابدا يا اخ عفت، وانت يا اخ عفت تعرف جيدا من هو الذي يكذب، طيب ومن الذي يخدع الناس، ومن الذي يعمل ضد المبادئ والقيم. بقول له يا اخ عفت، انت عارف مين اللي بيوعد وما بينفذش؟ انت عارف اللي وعد بالتبرع ب10 ملايين للنادي وما تبرعش ولا بمليم واحد. والله يمسيه الخير بقى صديقنا الاخ محمد مصلحي. بقول له كمان يا اخ عفت، انت عارف مين اللي وعد بالارض الجديده وقال هتبرع ب7 افدنه وما تبرعش؟ ومين اللي كل شويه يقول ان حصل على تخصيص بارض وما حصلش؟ وللاسف لا بنشوف لا ارض ولا يحزنون. وكمان قصه الملعب اللي تم تخصيصه للنادي وطلع كله كلام في شنك. ومين اللي كل يوم يعد بصفقات سوبر وفي النهايه تطلع صفقات اي كلام ومضروبه. اقول للاخ عفت مخلصا، كن صادقا، كن امينا، ولا تقذف الاخرين بالطوب ما دام بيتك من زجاج. نصيحتي للاخ عفت يا استاذ احمد حفظه الله حتى يرضى عنه جمهور الاتحاد، انه يهدى شويه ويركز في شغله ويهتم بالنادي ويجيب لعيبه كويسه، بدلا من الثروه اللي جابها السنه دي، وكانه ما بيتعلمش من السنه اللي فاتت واللي قبلها. للاسف اصرار الاخ عفت على انه يجيب لعيبه على قد حالها بيعني حاجه واحده من وجهه نظري، انه عاوز يدمر نادي الاتحاد العريق وامجاده وتاريخه المكتوب بالحقيقه بماء الذهب. مش انا اللي بقول كده، ده الدنيا كلها اللي بتقول هذا عريق له مجد وله تاريخ. يا اخ عفت، اذا كان نادي الاتحاد وجمهوره يهمك فيا ريت تساعده ولو على سبيل السلفه يا اخي، يعني علشان تحل مشاكل الماليه زي كامل ابو علي ما بيعمل مع المصري، وبعدين بيبقى ياخد اللي دفعه يعني بعد كده. او يشتغل ويجتهد في انه يدبر موارد ماليه ويقدر يستثمر اسم النادي باسلوب احترافي بدلا من العشوائيه اللي هو عايز فيها. بقول له برضه يا اخ عفت، الاتحاد كبير وجمهوره كبير ولازم رئيسه يبقى كبير ايضا. تمام. واذا ما كانش لديك القدره او المقومات اللي تخليك في قامه نادي الاتحاد وقامه الاسكندريه، فمن الافضل لك ان ترحل عن النادي وتتركه لمن يستطيع ان يديره بحنكه وكفاءه ويكون اهل لهذا الموقع. وقتها اتصور انك ستريح وتستريح. طيب استاذ، وانا شاكر لحضرتك جدا، واذا كان عندك اي سؤال اتفضل. لا انا بس انا مش عارف الموضوع بالظبط هو الاخ اللي هو اعتراض الدكتور عفت ده يمكن في حلقه قبل كده عندنا، لكن بس انا عايز اسال، هو اي صحفي طبعا بيعمل لقاء اكيد بيبقى مسجل اولا وبيبقى مع مسؤول في النادي، مش كده؟ يعني حضرتك مش بتكتب حاجه او مش بتسمح بكتابه حاجه. كما انت كاعلامي تحرص على المصداقيه تمام وعلى المهنيه، انا مش هقول حاجه الا لو متاكد منها او واخدها من واحد مسؤول في المكان اللي انا رايحه.
فنحن ايضا كصحفيين نحرص ان نكون في افضل صوره. تمام، انا كنت عايز اتاكد من كده، بس نكون مهنيين وموضوعيين ومحايدين الى اقصى درجه. قد تصيب كثيرا وتخطئ احيانا، لكن لا يصل الامر ان تتهم بالكذب. نحن لا نكذب، نحن صحيفه لنا وضعنا ولنا اسلوبنا ولنا مصداقيتنا في الشارع، والكل يعرف ذلك. مش انا اللي بقول، الدنيا كلها اللي بتقول. لذلك انا ده كان ردي على الاخ عفت، وبقول له مره ثانيه يهدى. نادي الاتحاد كبير وجمهوره كبير ولازم رئيسه يبقى كبير. تمام. طيب ننتقل لموضوع احداث اليوم كده يا استاذ علي، ونعرف راي حضرتك فيما حدث في النادي الاهلي فرع مدينه نصر والالتراس وتهجمهم على تمرين النادي الاهلي. اولا انا بصفه شخصيه كرجل شاركت في ثوره 25 يناير المجيده منذ اللحظه الاولى وحتى الان. انا بصفه الشخصيه اؤيد كل مطالب الالتراس وحقوق والحصول والقصاص للشهداء. ما حدث في بورسعيد عمل اجرامي بكل المقاييس. تمام، هو قتل جماعي. بس حضرتك قتل جماعي، المساله ليست حادثه. المساله مساله قتل جماعي، مش مجموعه راحت باتوبيس ونزلت البحر وماتت او عمل حادثه وقطر واتقلب، لا، ده قتل جماعي عامدا متعمدا. هؤلاء شباب كل همهم انه كانوا رايحين يساندوا فريقهم ويقفوا جنبه في احدى المباريات، رايحين يمتعوا نفسهم مش رايحين يموتوا. حتى الان لم نشاهد قصاصا ولم نشاهد عدلا ولم نشاهد شيء. واقول لك واؤكد ان معظم المحبوسين على ذمه القضيه سيخرجون براءة، لانهم في تصوري الشخصي ليسوا هم الجناة. الجناة الحقيقيون لم يحاكموا حتى الان وربما لن يحاكموا. اذا القضيه العدل مفقود، العداله ضائعه. اذا لابد ان الناس دي تاخذ حق زمايلها وحق اصدقائها اللي بس لعيبه الكوره مالهم؟ يعني هم دخلوا النادي الاهلي النهارده. لا انا لا اقر معاك. ما هو احنا بنقول كده، انا مع حضرتك ان هم هياخدوا حقهم، بس احنا مش معاه ان هم يعني يخشوا يضربوا لعيبه او يضربوا ناس اعضاء في النادي الاهلي. يا سيدي الفاضل، انا او انت او اي مستمع او مشاهد لينا لو ان له اخا او ابنا مكانهم ماذا كان سيفعل؟ الناس دي كانت بتروح مع بعض، بتفرح مع بعض، بتزعل وتحزن مع بعض، شافوا بعض وعايشين مع بعض، وفقدوا زملاء ليهم في لحظه غادره. انا حقهم يطالبوا بحقوقهم المشروعه، حقهم يأجلوا الدوري، اي دوري على دماء شهداء، اي كرة على دماء شهداء. لكن هذه التصرفات وهذه الامور الخارجه انا لا اقرها ولست معهم في ذلك. طبعا ده انا اللي بقوله. لابد يا سيدي من الحوار. الحوار مع هؤلاء. هذا شباب مثقف، شباب واعي، مش لاقي اللي يحاوره. هناك مجلس اداره النادي الاهلي يعانده. وزير الشباب الرياضه العمري فاروق اللي كان معاهم قلبا وقالبا وكان بيهتف معاهم ويقول يا نجيب حقهم يا نموت زيهم وهو عضو مجلس اداره النادي الاهلي، دلوقتي يقول لهم لا هنلعب غصب عنكم الدوري واعلى ما بخيلكم اعملوه. مش الامور ما تتاخدش كده، لازم يتقعد معاهم. لابد من هناك من حوار. مشكلتنا الامور يعني تحل بشكل يعني مشكلتنا في مصر في مراعاه حقوق الجميع. يعني مشكلتنا في مصر يا استاذ احمد ان هناك صراع اجيال. صراع اجيال. لا الكبير عايز يستمع الصغير ولا الصغير محترم الكبير. الشباب الصغير يرى ان الجيل الكبير مضى عليه الظهر ولا بد ان يرحل ولا بد ان ياخذوا مكانهم، وهذه سنه الحياه. والجيل الكبير لا يريد ان يفسح الطريق لهؤلاء الشباب اللي هم مؤهلين لان يديروا ولان يتبوأوا مراكز كتير. فالماضي لا يلتقي مع المستقبل يا استاذ احمد، ولذلك ستظل الازمه قائمه. لا الكبار عايزين يسمعوا للصغيرين ويقول لك ده شويه عيال وهيبه الدوله والكلام اللي هو مالوش معنى ده، والصغيرين خلاص مش لاقيين حد يسمعهم ولا لاقيين حد يحل لهم ولا لاقيين حد يتجاوب معهم، فبيتصرفوا مثل هذه التصرفات بشكل تلقائي، شكل عفوي، شكل فيه
فيه جموع شباب، لابد ان البلد دي. طب استاذ علي، حضرتك مع تأجيل الدوري لحد ما يتم المشكلة؟ انا مش هنغحه، سيبك من اي كلام وعبث اللي بيتقال. انا دلوقتي النهارده من سيتحمل اي كارثه هتحصل في الملاعب بعد كده؟ انا معاك، لان ممكن اي حاجه تحدث. يا استاذ احمد، الامان اولا، امن الشارع اولا، يظبطوا الامن في الشارع الاول عشان يقدروا يظبطوه في الملاعب. النهارده من سيتحمل المسؤوليه لو حدثت كارثه جديده؟ النهارده في 1480 وقفه احتجاجيه ومظاهره وشغب واحداث في الشوارع وفي الميادين وفي المدارس والجامعات وفي كل حته. الله، انت عايز دلوقتي تقول لي الامور هتستقيم بالنسبه للماتشات الكوره والدوري؟ بالعكس، من فعل ذلك؟ من اي عقليه تفكر في ذلك؟ الولاد دول هيروحوا كل الملعب كل مباراه وهيبوظوا الدنيا. الله، ما طالما ما حصلوش على حقوقهم. اذا لابد من الحوار، لابد من تاجيل الكوره شويه، والناس دي تاخد حقوقها، وبعدين كل يتراضى والدنيا تهدى والامن يعود اولا طبعا، وتنفيذ وشروط النيابه تتنفذ اولا. لان امن الناس، انا ما اروحش ملعب اموت فيه، ما ينفعش. حتى لو من غير جماهير الناس هتبقى واقفه بره طبعا. لازم نحافظ، لازم بقول لك نامن الشوارع اولا، نامن البلد. امبارح في الزقازيق بلطجيه بيذبحوا سيده مسنه امام الناس كلها ويمثلوا بقى وينكلوا بيها. اي امن هذا؟ احنا فين؟ للاسف الحاله الامنيه يعني عايزه برضو طبعا يا عايزه جهد وشغل كبير قوي قبل ما تعود اي انشطه. يعني انا معاك. الامن اولا وقبل كل شيء. تمام. الامن اولا وقبل كل، امن الشارع اولا، امن في كل حته قبل ما نامن الملاعب. الملاعب لازم، يعني انا مع عوده النشاط، لكن كيف يعود؟ ما هي السبل اللي تخليه يرجع ما نحصلش كوارث ثانيه؟ صدقني لو حصلت كارثه ثانيه من سيتحمل مسؤوليه؟ يتحملها، وهتكون اكبر من كده بكتير طبعا، وهتكون لها تداعيات. يعني مين يا استاذ؟ مين هيتحمل المسؤوليه؟ ساعتها هنطالب براس مين؟ هنطالب بمين نحاكمه؟ ما انا عايز افهم. صح. لكن احنا للاسف لم نصل الى المستوى اللي نرتقي فيه بفكرنا ونتحاور ونصل الى حل قبل ما نبدا. تمام. قبل ما نبدا كل ما نتمناه انا معاك ان احنا نتلاقى في الشباب يتلاقى مع يلاقوا حد يسمعهم، يلاقوا حد يعبرهم، يلاقوا حد يطمنهم. والله لو حصل العيال دول على اعلى مستوى من الثقافه والفكر، هيلاقوا لو لقيوا تجاوب من مسؤولين سواء في النادي او في الوزاره او في الدوله او في الامن او الاجهزه المختلفه، ما هيحصل حاجه، كل الامور هتبقى هاديه وصلت الرساله يا استاذ علي. تمام. انا مع حضرتك ان لابد الامور تهدى طبعا قبل بدايه الدوري. استاذ علي سيسي رئيس القسم الرياضي بالمصري اليوم، بنشكر حضرتك جدا وسعدنا بهذه المداخله، فنشكرك جدا.